الله الرحمن الرحيم. ما تيجي نتكلم بالعقل شويه. طبعا كلنا مستنيين مباراه الاتحاد السعودي والاهلي المصري في كاس العالم للانديه. قبل ما اقول اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي. اللي يطلع يقول لك ان دي مباراه سهله بين الاتحاد السعودي والاهلي المصري وان المباراه هتخلص بسكور كبير لاي فريق من الفرقتين يبقى ما بيفهمش كوره وما تسمعلوش وسيبه وامشي. طبعا كل مباراه ولها ظروفها. مين كان يتوقع ان مباراه النادي الاهلي المصري والهلال السعودي في كاس العالم للانديه تخلص 4-0 للنادي الاهلي؟ والنادي الاهلي مش الفريق السهل اللي تغلبه في البطولات اللي زي كده. النادي الاهلي في البطولات دي بيتحول خالص، لان النادي الاهلي متمرس في البطوله دي، والنسخه دي هيبقى المشاركه العاشره للنادي الاهلي في البطوله. فالنادي الاهلي عارف ازاي يلعب في المباريات ديت، ومش بس كده، وعارف ازاي يكسب في المباريات دي. وبرضه فريق الاتحاد السعودي بكميه التدعيمات وكميه المصاريف ديت ليه حق ان هو ينافس على البطوله، وطبعا هيبقى ليه شغف كبير ان هو يوصل لمراحل متقدمه من البطوله، علشان دي تاني مشاركه ليه. اول مشاركه ليه كانت في 2005، وتاني مشاركه ليه كمضيف للبطوله اللي هي السنه. فعنده امل ان هو يعمل حاجه في البطوله وكمان يفرح جماهيره، لان احنا عارفين الاتحاد في المباريات اللي فاتت في اخفاقات متتاليه. وكمان جماهير الاتحاد السعودي نفسها تشوف الاتحاد السعودي بيعمل حاجه في كاس العالم للانديه، ياخد برونزيه او فضيه او الذهبيه. كل جمهور بيحب فريقه، اذا كان جمهور النادي الاهلي ولا جمهور النادي الاتحاد. كل جمهور حب ان فريقه يوصل لمراحل متقدمه. كل جمهور حب ان فريقه يطلع ببرونزيه او ذهبيه او فضيه. اللي يطلع يقول لك ان المباراه سهله وهتخلص بسكور ما تسمعلهوش وسيبه وامشي، لان المباراه صعبه على الطرفين. فتوقعي لو المباراه هتخلص في ال 90 دقيقه فهتخلص هدف للفريقين، وكمان هدف بالعافيه. ولو ما خلصتش في ال 90 دقيقه هتخلص في ضربات الحظ الترجيحيه، وكلنا عارفين ضربات الحظ الترجيحيه، ودي حاجه بالحظ. ويا بختك يا النادي الاهلي يكسب يا النادي الاتحاد يكسب. فاللي يطلع يقول لك المباراه سهله يبقى ده راجل كذاب وما بيفهمش كوره. بس كده، يلا سلام.